تخيلوا اليوم أنا اليوم أول يوم يم أهلي، فماما جابت لي هاي العلاقة السوداء عدقت حتى أرتاح وأخلص من الطبخ. فلقيت هاي العلاقة السوداء شنو بيها تخيلوا؟ بيها الباكة مثل ما تشوفون قدامكم، وقالت لي أريدك تحضريها اليوم للعشاء، وهسه الساعة ب2 تقريبا، فيلا تعالوا خلينا نجهزها أنا وياكم للعشاء وننظفها بكل حب وضمير، لأن شي خلصنا من نبع الحنان. والمهم هنا حبايبي بعد ما بلشت بالتنظيف نجي على نقطة كلش مهمة اللي هي تنظيف الأسنان واللسان. وجبت أني فرشة أسنان، طبعا هاي تجيبوها نظيفة جديدة. وشلون ننظف الأسنان؟ طبعا نفس الطريقة بالتنظيف الباكر. شفتوا شلون نظفت اللسان شلون صار أبيض ثلج، والأسنان بهذا الشكل تشوفون شلون. طبعا أمي واقفة فوق راسي تقولي نظفي منه ونظفي منه. فالمهم حبايبي شفتوا شلون اعتنيت بيها ونظفتها كل الزين، والخشم شوفوا شلون نظفته. وقلت لكم هسه يعني تقريبا الساعة ب2 فأنا دا أحضرها للعشاء. وبعد ما غسلتها زين وخليتها بهذا الجدر الكبير، أنا وهنا نبع الحنان قررت هي تكمل ببدالي، بدها تنظف الكرشة مثل ما تشوفون. الله يعطيها الصحة والعافية. فأما أنتو جماعة الإيع والويع فطبقوا لي على صفحة. وبالنهاية الأكل أذواق، فأنتو تخيلوا إنه الدولمة والبرياني والبامية اختلفوا عليها هواية ناس وإنه ما يحبوها. متخيلين أنتو يا جماعة؟ فأكيد الأكل بالنهاية تبقى قلت لكم أذواق. فهنا بعد ما نظفناها للباكة زين وترسناها للعين مي، هسه راح نخليها على النار. مجرد ما تبدي تفور عندنا ونشيل كل الزفارة بهاي الطريقة مثل ما نبع الحنان تسوي. وهنا خلنا القرنفل والورق الغار والهيل شوف هاي هسه يا سلام سلم. شوفوا ليها ما شاء الله شلون صارت. طبعا هنا بعد ما خليناها من الظهر يعني ساعة ب2 تقريبا خليناها، شوفوا ليش شلون صارت ما شاء الله تخبل. هنا ماما ضافت لها شكو بصلايه عندها بالثلاجه، شكو عندها ليمونايه بالثلاجه اللي هي هاي خليتها بالجدر بعدين. ما شاء الله تخبل واستوت. شوفوا ليها شلون، حتقولي شلون استوت؟ شوفوا هاي استوت، شوفوا ما شاء الله. شوفوا شلون استوت، شوفوا شلونها بخت. ما شاء الله استوت. خلت لها قرنفل، خلت لها هيل وغار، شكو عندها حبشتلات نمنمات العيد ضمتن شنو خلتن بالباكر. وأكيد أني حضرت كل هاي النمنمات وياها والخضرة، وصار العشاء جاهز. ما أحكي لكم على الطعام، تجنن، صارت كلش طيبة. سهمكم العافية.